تخيلوا بعد 4 شهور ولا 5 شهور نرجع نفتح هذه الحصالة ونلقى فيها مبلغ ما كنتش نتوقعه حتى. شوفوا خياتي العزاز، اليوم بعد ما وعدتكم قلت لكم نجيب لكم تحدي الحصالة. اليوم بإذن الله راح نبدأ حصالة العيد. اللي حبت تديرها الكبش العيد واللي حبت تديرها تشري بها حاجة ذهب، المهم ديري الهدف. أول حاجة نطلب منكم وأول قاعدة أنك تديري هدف راح تستعملي به في هذه الحصالة. ما تخليش حصالة بدون هدف، على خاطرش الهدف راح يزيد لنا التحفيز. يا اختي العزيزه، اول حاجه علاش جبت لكم هذه الحصاله؟ باسكو ما حبيتش انك تستنى حتى شي حصاله ولا اي قرعه. حليها اي حاجه عندك مغلوقه حليها، ديرها فتحه من الفوق، المهم فم وين يدخلوا دراهم. وجبت لك هذا الفيديو باش تبداي اليوم ما تمشي حتى تقولي حتى نشري حصاله. اختي حبيتي الحصاله بداي معنا اليوم. اليوم الحصاله انا ما حاش نفتحها، اليوم الحصاله راح نبداها معاكم من الصفر. بكل صراحه كم نقولوا ما نقدرش نجمعوا دراهم وشي غالي، هاد الاشياء دائما ندور في فمنا، بصح كل مره نقولوا نبداو الشهر الجاي، بصح هاد المره لا حبيبتي بداي دوكا حنبداو كيف بداي معانا. واش خسرتي؟ جربي حبيبتي جربي، والاستمراريه هي اهم شيء. في كل مره نقولوا ما عندناش كيفاش وشهريه قليله، بصح شوفوا الشحيحه هي اللي دير البركه. اختي ماشي لازم يكون عندك مبلغ كبير باش تبداي شحيحه، لا لازم تكون عندك القرار والانضباط. القرار والانضباط هما اهم حاجه باش نبداو شحيحه تاعنا. اوكي حبيبتي، اليوم انا قررت باش نبدا حصاله العيد، سواء العيد سواء الذهب. الهدف اللي حبيتيه انت، يا تشتي روحك ما تشيش كبش العيد ولا تشتي روحك حابه حاجه ذهب، انت واش حبيتي حبيبتي. اليوم راح نبداها لمده 4 أشهر 5 أشهر، انت واش حبيتي. المهم احنا راح نحلوها تقريبا مع العيد الكبير ولا مور العيد الكبير. هذه هي. الا كنت نويت بهم زيدهم للكبش باسكو الكبش كوا عبالكم بلي غالي، ولا كنت نويت بهم حاجه ذهب راح نحلوها مور العيد الا كتب ربي سبحانه. كل يوم نحط مبلغ بسيط، هذا هو الاخر الهدف تاعنا مهما كان صغير، 5000 10000، المهم ما تعطيش نهار وما تحطيش قطعه تاع حديد ولا كاغط، المهم تحطي. اهم حاجه في هذه الحاجه هي الاستمراريه، المهم كل يوم تحطي. راح نبدا لكم في القوانين. كاين 4 قوانين تقريبا. القانون الاول كل يوم نحطوا مبلغ صغير، هذه الحاجه الاولى. هذه اللي حبت معايا تبدا اختي حبيبتي لازم تطبقي هذه القوانين. ما نحلوش الحصاله ولا شحيحه حتى يكمل الوقت المحدد. نحط لكم في المنتدى نقول لكم باللي غدوه راح نحلوها، ولا نقول لكم ندير فيديو نقول لكم حنحلوا الحصاله ونحلها معاكم اكيد. فهمتوني خياتي؟ لازم الحصاله تاعنا نحلوها تقريبا في نفس الوقت هكا باش نشوفوا نحفزوا بعضنا ونشوفوا شكون اكثر وحده لمت. حاجه واحده اخرى، ما نسرقوش من الحصاله. نعرفوا هذيك تاع تسرقي شويه وكامل تقولي خصوني معليش بعد نرجع، لازم حبيبتي ما تمسيش الحصاله. هذا القانون الثالث. القانون الرابع، نصوروا يوم الافتتاح مع بعضنا. انا حبيت يوم الافتتاح تبعثوا لي تصاور ونحط في المنتدى تصاور تاع كل واحده حلت شحيحه، هكا راح نحفزوا بزاف خيات ونتحفزوا احنا ثاني. واذا جاز عليك نهار ونسيتي غدوه ان شاء الله ضاعفي المبلغ وحطيهم. شوفي اختي العزيزه، انا حطيت اليوم الاول وكل يوم راح نستمر. شوفي راح يجيبي اي بطاقه عندك حلي لها فم الفوق وبداي حطي 5000 10000 2000، المهم بداي. هذيك هي البدايه، هي اللي واعره. صدقيني اختي لو فات كنت بداي راح تتحفزي معانا. وكل وحده حبت تدير حصاله تقول لي راني حبيت نبدا انا الحصاله معاكم هكا باش نتحفزوا. المهم تخيلي حبيبتي بعد هاد الاشهر اللي وسيناهم والوقت اللي حددناه كي تفتحي الحصاله وتحسي باللي قدرتي تلتزمي بها لمده 4 شهور كاملين ولا 5 شهور ولا صديقه ممكن راح نحلوها. هذا ماشي غير دراهم حبيبتي، راح تجمعي انضباط باللي وليتي انسانه منضبطه، تجمعي ثقه بروحك باللي انتي تقدري، وراح تزيدي تعوديها مره وزوج وثلاثه. راح تجمعي عاده جديده دايما تفرحك، تولي انتي حاسه روحك بلي تقدري ديري حتى كون ما كنتيش خدامه. الناس اللي تنجح وتطلع جامي تبدا بحاجه كبيره، ديما تبدا بحاجه صغيره وبالعقل تنجح. شوفي تبداي بحاجه صغيره وتكملي بحاجه كبيره حبيبتي. هذا الشيء ديري بها 100,000 شحيحه العيد في النهار، 700,000 كي نضربوها في 10 ايام شحال منها نهار نحلوها. ونوري لكم حاجه وشيت يعني مع الاحوال تاعي ومع مورالي، الا نقدر نعاون الزوج ولا ما نعاونوش. راكم تعرفونا احنا نسعى احنا ومورالنا. المهم اختي العزيزه نتفاهموا. اللي راح تبدا معايا اليوم تكتب في الكومنتار راح نبدا اليوم،
وراح نرجعوا اكيد للشحيحه هذه بعد 4 اشهر، يعني مع العيد الكبير مو راه ولا قبل صديقه ولا استعملناها لكم كما قلت لكم، ونشوفوا شكون التزمت وشكون لا. نحو نفس الاشخاص اللي قالوا راح نبدا اليوم، وحده نتواصل معكم ونقول لكم اذا التزمتي ولا ما التزمتيش، وراح نبعث لكم اكيد الخاص تاعي اللي قدرت تبعث لي تصوير شحيحه تاعها كي تحلها، ماذا بيا نحطها في المنتدى باش بزاف خيات يشوفوا يتحفزوا بينا. واذا وصل الفيديو هذا الألف من اللايك راح ندير تحديات أكبر، تحديات شراء الذهب، وبإذن الله احنا قدها مادام احنا نساء واعيات نقدروا نشروا الذهب بالحصالة. نشوفوا ماذا بيا انه الفيديو هذا يفوت 1000 من لايك، يعني 1000 لايك 1000 إعجاب، وهذا ماشي حاجة واعرة. خياتي بعد 4 أشهر ينكونوا شخص جديد، باسكو هاد الاستمراريه تاع تقدري تولي ديري كونفيونس، وتولي اول مره دير شحيحه تولي دير كونفيونس في روحها. يعني نلحقوا للهدف تاعنا ونكونوا دارنا الاستمراريه باش نكملوا في الشحيحه تاعنا، نكونوا نساء فاشلات. وانا ما نحب حتى وحده تقول على روحها فاشله، كل وحده تقول في روحها وفي نفسها اللي نقدر. انا مانيش حابه بعد 4 شهور نكون نفس الشخص اللي يقول ما عنديش وما نقدرش ندير شحيحه. مانيش حابه نقول غدوه نبدا، ما نكونش نفس الشخص اللي يقول انا نبدا غدوه، انا نبدا اليوم، ما نستناش غدوه، ما نستناش نشري شحيحه اصلا. نبدا، جاتني القرار في راسي نبدا في اي شبتشاقه ندير فيها، ما تهمش الشحيحه، يهموا الدراهم اللي يكونوا داخلها، في بيدونه، في قرعه، في سطله. المهم نبداو كالعاده. بنتي دائما حاضره في المونتاج، معليش صغيره، دائما حاضره صوتها في المونتاج دائما تحب انك يكون المونتاج تبدا. المهم خياتي العزاز، بعد 4 أشهر يكونوا نفس الشخص اللي يقول نبدا غدوه، واذا ولا نقولوا انا ناجحين، انا انسان، انا نساء ناجحات، باسكو انك تكملي حصاله وتلتزمي بها معناتها انت امراه ناجحه، معناتها انك امراه استمراريه. وانا قررت نقول نبدا اليوم. انتي واش قررتي؟ اسكو تبداي اليوم ولا تستناي تبداي غدوه حتى تشري شحيحه وبعد تستناي الزوج تاعك ولا تستناي الزوج تاعك يجيبها لك كل يوم يقول لك غدوه حتى تكرهي تديقوتاي تنساي؟ دي في بالك ما يهمكش شحيحه كما قلت لك. كاين الناس كون ما يشوفش شحيحه ما يديروش، راح يجيب قرعه تاع نيلو تاع سعيده ولا قرعه تاع الكازوز. دوكا رمضان كامل انا مع الكوازز، كامل انا مع لي جو، مع لي شربات. فتحيها من الفوق، غل فيها، دوري عليها كشكاغط وغل فيها، وبداي حبيبتي ابداي حطي فيها. شوف بداي واقد سوي تبداي تصرف على مقدورك. حتى كون ما تشريش زعما ذهب ولا تشري حاجه انت خاصاتك، حتى ولو بعد هذه المده تلقاي مليون، المهم كملتي بالاستمراريه تاعك وجبتي هذاك المليون باش ديري حاجه به. المهم خياتي العزاز، بلا ما نطول عليكم هنا لحقنا نهايه الفيديو. ان شاء الله نكون فدتكم، ان شاء الله تكونوا تبداو معايا الحصه على ماديا. غير نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه، والى اللقاء.